فيلمنا النهارده بيبدأ سنة 1998 وبنشوف وقتها طفلة صغيرة كده اسمها يون عندها 8 سنين بتدخل دار الأيتام لأن أبوها خمرجي ومش هيعرف يربيها. بتحاول وقتها المشرفة تتكلم معاها وتصاحبها علشان ما تبقاش خايفة، وبتسألها عن حلمها أو نفسها تكون إيه في المستقبل. فبتقول لها البنت إنها عاوزة تبقى بطلة وتساعد كل الناس علشان ما تبقاش عديمة الفايدة زي أبوها. المهم بعد 20 سنة من الموقف ده يون بتتجنن تقريبا وبتدور تقول للناس إنها نجمة أكشن، وهي محدش يعرفها أساسا غير أصحابها، بس بتبقى كريمة جدا يعني وبتفضل تساعد كل الناس بدون تفكير، وكل اللي نفسها فيه إنها تبقى الشخصية الرئيسية في الفيلم وتاخد دور البطولة بدل جو أشباه الفنانين اللي هي عايشة فيه ده. بس محدش بيبقى مصدق ولا مقتنع إنها تقدر تعمل كده بسهولة، وطبعا معاهم حق. المهم بعد شوية المخرج بيتصل بيها وبيقول لها تعالي المكتب دلوقتي حالا، فبتطلع تجري على هناك وهي بتقول بس فرصتي جت أخيرا وهبقى بطلة. ولما بتوصل بيقعد يحكي لها إن البطلة الرئيسية كانت بتمثل مشهد أكشن وهي سكرانة، وبسبب كده وقعت من على السلالم وإيديها اتكسرت، وده طبعا معطلهم جدا لأنهم مش هيقعدوا يستنوا إيدين جنابها لما تخف، وعلشان كده هو بعت لها النهارده وعاوزها تعمل المشاهد دي بدلها، مع انه هيدفع كتير جدا في الخدع اللي هتحصل، بس احسن ما الفيلم يقف خالص. فبتقول له طب وليه يعني المصاريف وحيل سينمائيه، ما تخليني انا البطله الرئيسيه وخلاص، اسهل واوفر والله. فبيضحك عليها وبيقول لها عاوزه تبقي بطله يا مان، هو عموما انت شاطره جدا وانا شفت الكاست بتاعك جميل غير المهارات اللي عندك والمسابقات اللي فزت فيها، بس برضه ما ينفعش تبقي البطله. فبترجع على بيتها وهي ضعيفة ومكسورة الوجدان ومش عارفة تعمل ايه، بس بيبقى عندها امل برضو ان كل حاجة تتغير في يوم من الايام. المهم تاني يوم الصبح بتقرر انها تقبل العقد ده وخلاص، ولازم في البداية كده يكون في شوية تنازلات لابد منها، وبتخلي صاحبتها توصلها لحد لوكيشن التصوير، بس لما بيوصلوا هناك مش بيلاقوا حد خالص، ولما بتيجي تتصل على المخرج بتبقى الشبكة واقعة يعني كملت من كله. فبتروح تلف لفة كده في المكان لحد ما اي حد منهم يوصل، بس بالصدفة بتلاقي قطعة مغناطيس شبه اللي المشرفة ادتها لها من 20 سنة في أول يوم ليها في الملجأ لما وصلت، ولما بتقرب الاتنين من بعض بيبدأوا يشعوا نور غريب بيخليها تدوخ لحد ما بتفقد الوعي. لما بتفوق بقى بعد كده بتلاقي ذرات الغبار اللي حواليها بتنور، وساعة التليفون مش راضية تثبت على رقم، وقبل ما تفهم ايه اللي بيجرى بتلاقي واحدة جاية تناديها بلقب قاتل الروح، وبتقول لها أنا جينا حاكمة المدينة، وواضح كده ان كان في حد بيطاردهم، فبتاخدها وبتجري من المكان بسرعه. بيفضلوا يجروا بقى لحد ما بيوصلوا لعصابه حراميه بيسرقوا عيني عينك كده علشان عارفين ان محدش يقدر يقف في وشهم، لا وبيبلطجوا على المكان وبياخدوا ضريبه كمان. وكل ده بتبقى يون فاكراه مشهد تمثيلي بس بتقرر تشارك فيه وخلاص، لكن بتحس باحراج جامد لما جماعه الحراميه دول بيقعدوا يضحكوا عليها وبيرفعوا عليهم السلاح، وفجأة بتلاقي واحد جه شدها من وسط الناس دي علشان يستخبوا في أي مكان، فبتقعد تضحك وبتقول له ده كل حاجة مقنعة جدا، هو احنا في هوليوود ولا ايه؟ فبيقول لها يا اسطى فوقي كده، أنا من نفس الزمن بتاعك وكنت عامل قناة على اليوتيوب اسمها صائد الأشباح لاستكشاف الأماكن الغامضة والمثيرة، فاكراني ولا لأ؟ فبتقول له صحيح، ده انت ضايع بقالك فترة والدنيا كلها بتدور عليك بقالك 3 سنين. فبيقول لها ضايع دي يعني مش موجود في الدنيا، إنما أنا موجود، أنا قدامك أهو، وكل الحكاية بس إننا دخلنا في عالم موازي للعالم بتاعنا. الموضوع يبان إنه غريب وصعب يتصدق، بس هي دي الحقيقة، إحنا في مكان يمكن يكون شبه عالمنا بالظبط، بس في الحقيقة الأحداث هنا مختلفة والزمن كمان مختلف زي بلاد العجائب بالظبط. فبتتوقع ساعتها إنه سكران مثلا أو واقع على دماغه ولا حاجة، لأن يعني الكلام ده غير منطقي بالمرة، وبتفضل تضحك عليه علشان عبيط وفاكرها غبية. علشان كده بقى بتروح سايباه في المخبأ بتاعه ده وبتخرج تدور على شبكة في الشارع، بس وقتها بتشوف طفل واقف ينبش في حاجة كده على جنب، بس لما بتسأله بتعمل ايه بيسيبها وبيجري. وفجأة كمان بتلاقي مبارزة بالسيوف خرجت من اللاشيء كده وفي نص الشارع عادي، والغريب انها ما بتبقاش مجرد مبارزة عادية، لا دي معركة ويا قاتل يا مقتول كمان. وحتى السماء بيبقى شكلها غريب وفيها 3 أقمار، فانت هتقولي بس دول 2 بس، فين التالت؟ هقولك التالت اللي بيتفرج على الفيديو عزيزي المشاهد القمر. المهم يعني وقتها بتاخد الصدمة الحضارية وبتصدق خلاص انه عالم موازي فعلا، وبتدخل تسأل الراجل ابو طاسة على دماغه ده عن طريقة للخروج، فبيقعد يقول لها احنا مصيرنا نبقى هنا علشان ننقذ العالم ونبقى ابطال، والعديد من الجمل الفلسفية عديمة المعنى، مع انه كان ممكن يعني يختصر الموضوع كله في كلمة واحدة ويقول لها معرفش وخلاص، ما هو لو يعرف يعني ما كانش اتحبس هنا 3 سنين بذكائك كده. المهم تاني يوم الصبح بتخرج تلاقي الدنيا منورة عادي جدا، ومع ذلك القمرين موجودين لسه في السماء،
والتالت اللي هينزل يعمل لايك وكومنت دلوقتي للفيديو. بس على بعد 10 امتار كده بتلاقي 2 بلطجيه ماسكين ست غلبانه وهاتك يا ضرب علشان رفعوا الاتاوه 5 اضعاف، وهي يا عيني مش قادره تدفع خالص. ولما بيشوف منه واقفه بيروح علشان يضربها بالسيف على طول، بس هي يعني بتقدر تفلت منه وبتضربه كمان. ولما بيمشي بتروح علشان تطمن على الست، وساعتها بتكتشف انها صاحبتها سو. بس الكلام ده في العالم بتاعها هناك، انما هنا التاريخ مختلف تماما. عامة لحد بقى ما هي تستوعب الكلام ده بيكون الراجل راح جاب زمايله في الاجرام علشان ياخدوا حقهم منها، بس هي برضه بتتصدى لهم بكل شجاعة وبتدور فيهم الضرب، ولا اجدعها نينجا في زمانه، وبيبقى ليها الافضلية كمان عليهم في القتال العجيب ده. واهل القرية وقتها بيبقوا فرحانين بيها جدا وبيبعتوا لها هدايا علشان انقذت حياتهم النهارده. جينا بقى بتاخدها معاها على البيت وبتحكي لها قصة عصابة التنين اللي بتمص دم الغلابة ومحدش قادر عليهم، لدرجة ان القرية فاضت خلاص بسبب هروب الناس من الظلم، واللي قاعدين بيتقتلوا كل يوم واحد ورا التاني لحد ما قربوا يخلصوا، والامل فيها هي عموما. وبتعرفها ان اكيد العصابة دي هتحاول تجندها بسبب القوة والمهارة اللي اظهرتها في القتال، ولو ما وافقتش هيقتلوها. بس انت مش هتوافقي علشان خاطرنا صح؟ طب اديها فرصة طيب تستوعب الكلام حتى. المهم لما بتستوعب كلامها ده بتفتكر حلمها القديم في انها تبقى بطلة، وبتقول لنفسها بس انا اكيد جيت هنا مخصوص علشان اخلص الناس دي من القهر والظلم. وبتروح مخصوص تقابل زعيم العصابة اللي مش عارفين نقرأ اسمه ده علشان تعرفوا انها مش سهلة، وعلمت على اتخن واحد في رجالته بسهولة بحيث تكسر عينه يعني. وهو لما بيعرف الخيبة دي بيكمل في الواد ضرب علشان الست غلبته. هو بقى بعد كده بيقول لها اديني العهد بالولاء والطاعة وانا هخفض الضريبة واسيبكم تعيشوا، ولو ما وافقتيش يبقى ذنبك على جنب الكرويين اللي هاخدهم اخللهم في براميل. فبتقول له لا يا اسطى، ولاء دي تبقى لا مؤاخذة عمتك، ولو رئيسك الكبير عاوز حاجة يبقى يجي يقولها بنفسه، مش يبعت لي عيل صغير زيك. احترموا الاجرام اللي احنا فيه شويه. وبعد ما بيسيبها وبيمشي بتروح تفك قيود الراجل اللي اتهرى ضرب النهارده من الكبير والصغير. ولما بترجع على مخبأ جيم بيقول لها خليكي فاكره الحركات الحلوه اللي بتعمليها دي علشان لما نرجع للعالم بتاعنا نعمل منها سلسله فيديوهات هتكسر الدنيا وتجيب لنا بتاع 10 مليون فيو ونبقى من أثرياء القوم. بس هي بتبقى سرحانة في حاجة تانية خالص، وهي إن عمرها ما هتقدر تقتل حد مهما حصل، وآخرها تفوز عليهم في القتال وخلاص. أثناء بقى ما هي واقفة سرحانة كده بيقطع تفكيرها واحد لابس زعبوط أسود زي الواد بتاع أين أشيائي، وبيقول لها إن الإنسان المفروض يعيش في حدود إمكانياته ده لو عاوز يعيش يعني، ولسه هيرغي ويتعمق في الموضوع من غير ما نعرف هو مين أصلا. بس الحمد لله يعني الواد سيكا بيجي يقطع كلامه وبيقول لي يون انا بطاطا تحت رجليكي من هنا ورايح لانك عافيتي عني وانقذتي حياتي. ولسه اين اشيائي هيكمل كلام برضه، بس جينا بتيجي تشد يون بسرعه علشان تلحق المصيبه الجديده من اولها وتشوف البت اللي هربانه من المدرسه دي جايه ليه، وكلمه من هنا على كلمه من هناك محدش بيفهم هي عايزه ايه اصلا لانها كانت بتتكلم بلغه مختلفه، بس شكلها كده جايه تعمل دكن على الصبح وعاوزه تتخانق. فبيخرجوا كلهم وبيقفلوا عليهم البوابة هي ويون علشان يكسروا بعض براحتهم، وهم هيدخلوا بعد كده يشجعوا الفايز في الآخر وخلاص. بيفضلوا الاتنين بقى يتشقلبوا بالسيوف اللعبة اللي معاهم دي لحد ما البت ام كاسيت بتطعن يون في كتفها وبتقول لها جملة كده محدش بيفهمها برضه، فبتروح مطلعه الخنجر وخبطها بيه في رقبتها علشان كله الا الشتيمة بالأم. المهم في الوقت ده بيبقى الواد أين أشيائي قاعد مع طفل صغير وعمال يرغي برضه، والواد ساعتها كان بيبصله في صمت تام ومحدش عارف هو اخرس ولا هادي ولا ايه ظروفه، او شكله كده جرافيك اساسا ومش موجود في الحياه. وعلى العموم لما بنرجع ليون بنلاقيها راقده كده على فراش المرض، وفزلوك القريه بيقول لهم انها مصابه بسم افعى الجرس ولو ما اتعالجتش هيجي لها جلطه وتموت، والامل الوحيد انها تاخد الترياق اللي بيتعمل من مغلي دم سم سلحفه عندها 100 سنه. فبتسيبوا جينا وبتطلع تقعد بره علشان تفكر هيجيبوا الحله اللي هيغلوا فيها منين، بس ده موضوع صعب جدا بجد. وفجاه كمان بتلاقي فيليب جاي ومعاه ازازه صغيره كده بيحطها قدامها وبيقول لها لسه في امل. واللي ما يعرفش فيليب ده كان تلميذ عند ابوها والدنيا كلها عارفه ان هو اللي قتله، بس للاسف يعني ما عندهمش دليل. وقتها بقى البت جينا بتقعد تقول له انا لازم انتقم منك علشان اللي عملته في ابويا، بس هو بيقول لها بطلي عبط بقى هو مات لوحده، وعلى فكره السيف اللي مع المقاتله بتاعتكم ده لعبه ومش بيخترق الجلد اصلا، وعموما ده طبيعي يعني مش زياده ذكاء منه ولا حاجه، ده سيف التصوير اصلا وجي معاها كده بالغلط وهي لا قاتله ارواح ولا بتاع. بس المهم يعني انهم بيدوها الترياق اللي الراجل جابه وكتر خيره، واول ما بتاخده بتبقى زي القرد. ولما بيرجع للمقر بتاع العصابه مش بياخد من تحت راسهم غير الكلام، وبيفضل رئيسه يقول له انا سمعت انك بتلم رجاله في السر وناوي تعمل تمرد. وعلى طول جينا ما بتكدبش خبر وبتاخد السيف للحداد اللي بيقول لها انه باين قوي يعني انه مزيف وما يقتلش نمله حتى.
المهم في الوقت ده بيبقى الرئيس قاعد يعمل طلاسم وسحر اسود على يون، وبيخليها تحلم بسوء اللي بتحبها جدا، وهي عماله تهزق فيها وتقول لها ده ابوكي نفسه ما قدرش يعيش معاكي ورماكي هنا يا يتيمه، مش علشان عطفت عليكي وقعدت معايا يبقى بحبك مثلا، لا حبيبتي انا ما بحبكيش ولا حتى انت بتحبي نفسك، والاحسن بقى انك تنتحري وتريحينا كلنا. هو بقى في وسط الجلسه الهباب دي فيليب بياخد رجالته وبيعمل تمرد على الضيق كده، وكمان بعد شويه بنعرف ان الرئيس ما ماتش ولا حاجه ومثبت في الحياه قوي بطريقه غريبه، مع انه عايش على اجهزه التنفس الصناعي بقاله مده كبيره. لكن فيليب بيتخنق منه وبيروح يقفش في رقبته علشان يخلص عليه، بس المفاجاه انه بيقدر يسحب طاقته بسهوله جدا، وبيفضل افراد العصابه يصرخوا ويقولوا الرئيس رجع من جديد. بنرجع احنا كمان بقى لجينا اللي بتروح على البيت بعد ما عرفت موضوع الشيف ده، وهي حزينه وشايله طاجن ستها، لان حتى الولايه اللي كانت حاطه عليها الامل طلعت مزيفه هي والسيف بتاعها. وفجاه كمان بتلاقي الرجاله داخلين عليها زي القضا المستعجل وعمالين يقولوا تبيانسو مات تبيانسو مات. بمجرد بقى ما الناس بتعرف الخبر الجميل ده بيخرجوا ويرقصوا في الشارع من الفرحه علشان الغمه انزاحت خلاص والسلام رجع تاني، والولايه اللي شبه سو دي بتقعد تشكرها وتقول لها كل ده بفضلك انتي. هي اساسا كانت قاعده دايخه من اثر السم ومش فاهمه حاجه، بس بتدوس على نفسها يعني علشان تروح عند جيم وتطلب منه يرجعها للزمن بتاعها تاني، لان كده المشكله اتحلت خلاص. بس لما بتلاقيه هيلف ويدور بتقوله انت اكيد عارف طريق الرجوع لانك كنت بتقول لما نرجع هتعمل فيديو، فبيقول لها في حاجه كده مصنوعه من الخشب انا شفتها ساعه ما جيت هنا من 3 سنين، ومن ساعتها وانا بدور عليها بس مش لاقيها، واكيد السر في البتاعه دي. المهم في الوقت ده بتبقى جينا واقفه شايله الهم، فبيجي سيكا يقول لها ما تقلقيش لما قاتل الارواح يمشي انا اللي هحمي القريه دي، واقول لك على سر بقى بس اوعي تقولي لحد، انا ملك الحراميه الحقيقي بس متنكر علشان لو شعبي لقاني هيقتلوني. فبتقعد تضحك على النكته الظريفه دي، وهو بيبقى متضايق جدا انها مش مصدقاه لانه بيقول الحقيقه وهو ملك اللصوص فعلا. بنرجع بقى ليون اللي بتقعد تدور على البتاعه اللي جيم قال لها عليها دي بس ما بتبقاش لاقيها خالص، وفجاه كمان بتلاقي الواد المتنكر جاي وهو في ايده وبيقول لها بتدوري على ايه بالظبط، وبيفضل يستفزها بالكلام وبيقول لها خديه وامشي لانك هتخسري طول ما انت ضعيفه. فساعتها بقى بتطلع سيفها وبتدخل معاه في معركة علشان تثبت له انها قوية وشجاعة، لكن بيقطع الخناقة دي دخول سيكا وهو سايح في دمه وبيقول لهم الحقوا جينا بسرعة. فبيطلعوا يجروا على الميدان اللي كانت فيه وبيلاقوا الدنيا متدغدغة ومفيش حاجة مكانها، وكمان جينا ملهاش وجود نهائي. فبترجع يونا للبيت وهي زعلانة عليها جدا وبتفضل تبص على سيفها المكسور شوية. المهم تاني يوم الصبح بتروح تقابل العصابة واللي بيطلبوا منها تيجي معاهم علشان تقابل المعلم تيبيانسو، بس هي بتختار انها تشتبك معاهم بشكل مباشر وبتشتبك معاهم كلهم دفعة واحدة. بس طبعا في المواقف اللي زي دي الكترة بتغلب الشجاعة والجري بيبقى نص الجدعنة، بس للأسف مش بتلحق تجري لأنهم بيحوطوها من كل مكان وخلاص مصيرها القتل، لحد ما فجأة ملك الحرامية بيظهر قدامهم وبيقول لهم الكترة على النسوان مش رجولة يا كباتن، ولو عاوزين تقتلوا فعلا يبقى تقتلوا مع رجالة زيكم. فبيسيبوها وبيروحوا يقفوا قدام عصابة قطاع الطرق، وسيكا ساعتها بيقول لرجالته انا عاوز اشوفهم كلهم مقتولين، ولما العركة بتبدأ بيروح يقول لها على مقر تيبيانسو بالظبط. لما بتوصل هناك بقى بتلاقي يونج البطل الحقيقي وصل قبلها وبيقول لها سيبينا نتكلم مع بعض شوية على انفراد، وبيرمي له السلسلة اللي لقاها في مسرح الجريمة تحت رجليه، وساعتها بيرد عليه بمنتهى البرود اللي في العالم وبيقول له الناس الضعيفة ما تستحقش انها تعيش. فبيتضايق منه جدا لانه قتل الواد الصغير اللي كان عايش معاه، وبيدخلوا في مبارزة بالسيوف قوية جدا. في الوقت ده بتفضل يون تدور على جينا لحد ما بتلاقيها اخيرا في ركن كده ومش قادرة تتحرك. انا ملاحظ انهم في العالم ده ما بياكلوش تقريبا، البت ما حطتش لقمة في بقها من ساعة ما جت ولا قالت انا جعانة حتى. المهم يعني بعد شوية كده بيجي فيليب بمنتهى الفخر اللي في العالم وبيقول لها انا اللي قتلت كل الضعفاء وحطيتهم في براميل المخلل، وانا اللي هبدأ العالم الجديد بنفسي وهتخلص من كل حاجة ملهاش لازمة سواء اغراض او بشر مش مهم، العالم لازم ينضف. فبتقطع يون وبتقول له وبعدين بقى يعني احنا نفضل كده في الخطبة دي طول اليوم ولا ايه الحكاية؟ انتوا رغاين قوي بصراحة في العالم ده، وكل ما قابل واحد يقعد يحكي لي قصة حياته قبل ما ندخل في المعركة، اختصر يا عم وشد السيف على طول خلينا ننجز. فبيطلع السيف فعلا زي ما طلبت منه وبيدخلوا في معركة عنيفة بيطفحها فيها الدم، وفي نفس الوقت ده بيبقى النينجا الحقيقي في خناقة مع الراس الكبيرة وشكله كده بترن علقة كمان هو التاني. لما بنروح له بقى بنلاقيه مطحون فعلا، والساحر ده بياخد هيئة الطفل اللي كان بيحبه وبيفضل يطعن فيه، بس هو بيقدر يستوعب الموضوع بسرعة لأنه متأكد إن الواد اتقتل من بدري أصلا. فبيروح خبطه في رقبته ومخلص الناس من شره، بس فجأة بيلاقي الطفل طالع من جوه وبينادي عليه، فبيقول له إيه ده أنت ما متش وما طلعتش أخرس كمان.
بنرجع بقى ليون اللي بتتعرض للتعذيب النفسي قبل الجسدي، وفيليب كان عمال يقول لها انا قايل لك قبل كده ان القوي بس هو اللي بيعيش والضعيف بيموت، وعلشان كده انت لازم تموتي. في اللحظه دي بتبقى بدات تجيب ورا اصلا، وبتفضل تفتكر ايام ما كانت لسه 8 سنين ونفسها تبقى بطله علشان تكون هي محور الكون والشخصيه الرئيسيه، لان اي دور بعد كده ملوش لازمه بجنيه. فبتقوم تستجمع قوتها وبتقف قدام فيليب علشان تقول له انا استحق اعيش، ولو في حد لازم يموت النهارده يبقى انت، وبتهجم عليه بالسيف وفي النهايه بتقدر تقتله. بعد كده بقى بتروح تصحي صاحبتها جينا علشان يرجعوا البيت مع بعض، بس بتيجي في نص الطريق كده وبتتعب لان جروحها خطيره اصلا وعماله تنزف، وشكلها كده هيجيلها قرار ازاله قبل ما ترجع للعالم بتاعها. اما جيم بقى بيشوف الطفل جاي من بعيد ومعاه السلايت الخشب، فبيجري ياخده منه بسرعه وبيقول لها انا عندي حاجات هنا لازم اخلصها الاول، بس انت اول ما ترجعي اعملي لي سبسكرايب واعجاب في القناه بتاعتي. فبتقوم تسلم السيف لجينا وبتقول لها من هنا ورايح انت حاميه المدينه، وبتقف تبص لهم كلهم بنظره وداع اخيره. واول ما بتخبط كلاكيت بتلاقي نفسها رجعت لزمانها تاني وجسمها ما فيهوش اي جروح ولا حاسه باي تعب، وبتيجي كمان صاحبتها تتخانق معاها علشان عماله تدور عليها من بدري في كل مكان، ده غير المخرج اللي كان خارب الدنيا وعمال يزعق. بس هي وقتها بتسلم عليها جامد جدا كأنها كانت غايبة بقالها سنين، وبتروح معاها على اللوكيشن علشان تبدأ تصوير. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.